الكلاب البوليسية أبطال برواتب ضخمة وجنازات عسكرية. مرعبة في هدوئها، شرسة عند الهجوم. منها المجند والضابط والبطل القومي، هنا يكرمونها بأوسمة رفيعة. وهذا موكب جنازة من مئات السيارات وداعا لكلب قتل في عملية أمنية. الكلاب البوليسية منذ أن طوعها البشر في الخدمة العسكرية والأمنية والشرطية باتت خط الدفاع الأول، وأصبحت فرق الكلاب البوليسية من أهم الفرق في أي منظومة أمنية لجميع بلدان العالم. تم توزيع مهامها واختصاصاتها بحيث تؤدي مهمة واحدة طوال فترة خدمتها، فمنها متخصص بالمداهمة والاعتقال والهجوم للقبض على المجرمين وإخضاعهم، وكلاب مهمتها كشف المخدرات بأنواعها، ولا يمكن لكلاب الكشف عن المخدرات أن تكون هي ذاتها التي تكشف عن المتفجرات والقنابل. كما أن هناك كلاب متخصصة بالإنقاذ في الكوارث وتحت الأنقاض، وأخرى يتم تدريبها على إجراء الإسعافات الأولية، إضافة إلى كلاب الكشف عن المفقودين وتحرير الرهائن. وأكثر الفرق الخاصة أهمية هي تلك المتخصصة بمكافحة الإرهاب. الكلب كونان، هل تذكرتموه؟ هنا في البيت الأبيض كان دونالد ترامب يكرمه بسبب مشاركته في عملية قتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي. وحديثا صار من مهام بعض الكلاب البوليسية الكشف عن مصابي فيروس كورونا. ليست جميع الكلاب تصلح لأن تكون بوليسية، فقط أنواع بعينها حول العالم تتمتع بالذكاء والسرعة والقوة والطاعة للبشر. أهم أنواعها وأكثرها انتشارا الراعي الألماني والدوبرمان واللابرادو وبلود هاوند ومالين والبلجيكي. جهزت دول العالم أكاديميات خاصة لتدريب الكلاب البوليسية، ويحتاج المدربون إلى شهادات ودورات قد تستغرق سنوات لينالوا ثقة الأجهزة الأمنية في تدريب هذه الكلاب. ويصل متوسط كلفة تدريب الكلب الواحد إلى 200,000 دولار أمريكي، ولا يستطيع الكلب أن يعمل أكثر من 20 دقيقة كحد أقصى قبل نيله استراحة لا تقل عن الساعتين. الكلاب البوليسية في الشرطة والأمن لها رتبة وتحصل على ترقيات وأوسمة بعد كل عملية، ولكل كلب مدرب واحد يحصل على راتب ضخم. وتنشأ صداقة كبيرة بين الشرطة من البشر والكلاب التي تشاركهم في المهمات الخطرة، فيزورون بعضهم في المشافي إذا ما تعرض أحدهم للإصابة. وبعد 9 سنوات كحد أقصى من الخدمة يحال الكلب إلى التقاعد مع تكريمه براتب يصل إلى 1000 دولار شهريا. أما عندما يموت الكلب أثناء تأدية مهمة ما، فإنه يحظى بمراسم جنائزية تفوق أحيانا جنازة العسكريين والضباط من البشر، ويتم تسميته بطلا قوميا، ويؤدي له العناصر والضباط التحية العسكرية. ويسجى بالعلم الوطني، ويتم دفنه في مقبرة عسكرية خاصة بالكلاب البوليسية. ولعل البعض يقول إنها تستحق، فحياة عشرات آلاف البشر أنقذتها الكلاب البوليسية التي لا تكترث بالخطر.